وازيكم يا ابطال، رجعت لكم فيديو جديد عن طريقة عمل حسابات سافيو. طيب، طبعا انا كنت منزل فيديو قبل كده عن النسخة الجديدة، تمام، اللي هي دي اخر تحديث في نسخة سافيو، تمام. وفي ناس دخلت كلمتني من فترة قالت لي الحسابات وقفت، وفي اللي بيقول لي الحسابات معلش شغالة وما تشتري حسابات والكلام ده، تمام. انا دلوقتي طبعا انا كنت منزل فيديو قبل كده، تمام، عن طريقة الحسابات دي، بس يعني الناس ما كانتش مركزة، واللي شاف يعني الفيديو ما خدش حقه من الآخر، ومفيش حد طلع منه فاهم حاجة، مش عارف ازاي. تمام، أنا جاي لك دلوقتي هفهمك الموضوع بالتفصيل. يعني بص، أنا هجلطك وأنت معايا، تمام. أهم حاجة متنساش تصلي على النبي عشان نبدأ الجو، ويلا بينا. طيب يا عطارة، من غير ما أطول عليكم في الكلام كده، من الآخر هخليك تستضيف حسابات سافيوم بشراسة. أنا هخليك فاجر في استضافة الحسابات، يعني كلمة فاجر دي شوية، تمام. اهم حاجه هنحل مشاكلنا سريع سريع كده ونخش. اول مشكله عندنا التقدير واللايك والكومنت والاشتراك والكلام ده. طبعا انا مش هقولك توصل، عشان طبعا القناه دي رايحه في داهيه، تمام. القناه اللي قبليها كانت بسم الله ما شاء الله، القناه دي رايحه في داهيه، مش عارف ليه يا جدعان، عليا النعمه على نفسي. يعني هو احنا غيرنا المحتوى بس انا نفسي يعني، بس ماشي، تمام. اول حاجه هنخش على المتجر كده، تمام. هتخش هنا على البحث، اول حاجه هتكتب زي اي ار، تمام. وهتخش هنا وتنزلي تطبيق فك الضغط اللي هو الزي ارشيف دوت، تمام. لانك هتحتاجه عشان تفك ضغط الملف، اللي انا هنزل لك الباسورد بتاعه في الفيديو. ركز في الفيديو عشان الباسورد انا مش هقوله بصوتي، تمام، عشان في ناس بتجيب الباسورد من النص والكلام ده. لا يا باشا، الباسورد انا هنزله لك على الشاشه، فركز في الفيديو عشان تفهم وتعرف ازاي تطلع حسابات، وكمان تاخد الباسورد. وهتكتب بي يو 3، تمام، بي واي سوري، وهتنزل البايثون دوت، تمام. تمام، طيب بقى انا دلوقتي نزلت الزي ارشيف، تمام، ونزلت البايثون. مؤاخذة يا شباب، تمام. ودي نسخة سيفن طبعا اللي أنا كنت عاملها الفيديو اللي قبله، تمام. الناس كلمتني كتير قالوا لي إن إحنا معناش حسابات والكلام ده، والحسابات اللي كنت منزلها خلاص، تمام، أو صلاحيتها انتهت. وهنخش على متجر كده تاني برضه، ونعمل حاجة بسيطة علشان ما تواجهكش مشكلة في تثبيت أي تطبيقات أنا بنزلها عامة أو الكلام ده، تمام. هتختار الصورة اللي فوق دي أو الحرف عامة أيا يكن، وهتيجي بعديها تختار الحماية بليه، تمام. وبعديها هتخش هنا كده على علامة الترس اللي فوق دي، طبعا هي هتكون متفعلة عندك بالشكل ده. هتقفل دي كده وهتقفل دي، هيطلب منك هتدوس إيقاف. هتحط طبعا البصمة، تمام، أو الباص يعني بتاع الفون عامل أهوت، تمام. بعد ما حطيت الباسورد ركز كده، هتقفل لوحديها دلوقتي، تمام كده قفلت. بس احنا كده جاهزين. طيب، أنا بالنسبة لي سايب لك ملف الزيار سوري، سايب لك الملف بتاع الصيد في قناة التلي، تمام. أنا هسيب لك الرسالة كلها عامة، الملف بالأوامر. هنخش على التليجرام كده، تمام، ادي الرسالة، تمام. اول حاجة هتدوس على الرسالة دوسة مطولة كده، وهتدوس على علامة القلم دي، تمام. وهتاخد الاوامر دي كلها امر امر، تمام، تنسخهم كلهم. طبعا انا ناسخهم قبل كده اصلا، فاهمني. ثانية واحدة، لو ركزت هنا انا اصلا ناسخ الاوامر دي كلها، تمام، 7 اوامر انا ناسخهم، تمام. وهتخش على البايثون كده، وهعمل لك يعني مسح بيانات، ابسط ولا تزعل، يلا. مع اني منزل عليه مكاتب كتير اصلا، هتابع منزلها تاني، بس مش خسارة فيكم، يلا. ومسح ساعة التخزين، علشان اللي هيقول لي انا معرفش اطلع حسابات هحط كده يعني. هنخش على البايثون، ونعمل مسح بقى في الموقع، تمام. ونخش بقى تاني على البايثون بتاعنا،
إيه يا عم بتكروشنا ليه يا عم؟ عشان عملنا لك مسح بيانات يعني؟ الفون بيعاني يا جدعان، والله العظيم الفون بيعاني. تمام، ركز معايا تحت بقى، تدوس كام ضغطة كده عشان ما تتوهش مني. تمام، عشان ما تتوهش مني. هتدوسي على كده مرة، ادي 1 2 3 4 5، وهتستنى بقى لما يحمل معاك. تمام، 6، يلا حلو عليك 6. وبعديها هتدوس على علامة الاكس اللي فوق دي. تمام، وهتستنى بقى يحمل معاك براحته خالص، سيبه براحته خالص عبال ما هو يحمل كده يا اسطى. الكلمة الحلوة منك، التشجيع الحلو، الدعم، روق عليا بقى، روق عليا يا اخي. ده انتوا كفرة، والله انتوا كفرة. يا مسهل الحال يا رب. عبال ما تنزل تكتب الكومنت الجميل هيكون خلص. طبعا لو احتجت ارقام فيك، برامج، اي حاجة، عايز تعمل برنامج باسمك، اي حاجة انت عايزها، عايز تعمل برنامج خاص ليك، اي حاجة انا موجود. هسيب لك لينك الشات بتاعتي، خش كلمني ومش هنختلف في حاجة ان شاء الله. تمام. تمام. طبعا البايثون كده خلاص. ايه ده، في رسالة جت من فريد، يعني شكلها خبطة. تمام، هنستنى بس كده لحد ما يخلص تحميل معانا. تمام، كده البايثون شغال معايا بدون اي مشاكل. هدوس بقى على الثلاث شروط اللي فوق دول، وهختار اللي هي PIB عشان احط الاوامر. تمام، وهلغي علامة الصح دي. تمام، واقوم جاي بقى حاط الاوامر امر امر، يعني كده. وادي الامر الاول، نصيحة خدهم كلهم نسخ. تمام، وحطهم كلهم ورا بعض علشان يعني تسهل على نفسك القصة، متقعدش تطلع وتخش كتير. تمام، وهنستنى بقى لحد ما الأمر يتثبت. تمام، دلوقتي احنا خلصنا تثبيت أوامر. تمام، تخش على الملفات كده. تمام، علامة الملفات اللي فوق دي، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. تمام، وهتخش على كلمة open. تمام، وهتديله سماح عادي. تمام، وهتختار تاني واحدة، أول واحدة اللي هي دي، اللي هي 3 شهور دي عامة، الأولى أو التانية. تمام، وطبعا هتروح على الملف طبعا مكان ما أنا سايبهولك. طبعا أنا قلت لك الباسورد، أنا هكتبهولك على الشاشة، عشان كده قلت لك ركز في الفيديو من أوله لآخره. طبعا الملف مش هيكون مفقود ضغط معاك. تمام، أنت هتخش على الزي أرشيف. تمام، وهتلاقي الملف مثلا مضغوط زي كده. تمام، هتعمل له مشهد. تمام، وهتيجي هنا وهتكتب الباسورد اللي هيظهر قدامك على الشاشة. هتعمل فتح. تمام، وهتكتب الباسورد اللي هيظهر قدامك على الشاشة، وهيظهر لك بقى التطبيقات وكده، وهتختار البايثون. تمام، بعد ما تختار البايثون هيظهر معاك ايه الملف بالشكل ده. تمام، بعد ما يظهر معاك بالشكل دوت، هتقوم جاي هنا، سوري، يلا بقى، يلا يا حبيبي، على العلامة الصفرا دي. تمام، طيب دلوقتي هو هنا طلب منك الاي دي. طبعا انا هجيب الاي دي بتاعي منين؟ طبعا في ناس عارفه تجيب الاي دي التليجرام منين، وفي ناس لا. تمام، بالنسبه للي مش عارف، فعايز اقول لك انت هتخش على الرساله اللي انا هبقى سايبها لك. تمام، الاي دي بتاعك هتاخده من البوت التاني، هتخش على تاني بوت كده. تمام، وهتخش على الثلاث شروط اللي في الجنب دي، تديله اول واحده. سوري، على الثلاث شروط اللي في الجنب، وهتختار اول واحده. هيظهر معاك الاي دي، هتاخده نسخ، ده اللي هو الاي دي بتاعك انت. تمام، وهنقوم راجعين تاني، هنخش على بايثون، وهنحط الاي دي، ونديله اوكي. يقول لي التوكن. تمام، التوكن ده انا هجيبه منين؟
لازم اعمل بوت عشان البوت ده يتبعت لي عليه الحسابات. تمام. فهو دلوقتي محتاج توكن البوت. تمام. هنخش مع بعض. ده طبعا بوت فازر. تمام. انا كنت عامل فوق 20 بوت زي ما انت شايف، لسه ماسح البوتات قدامك اهوت. تمام. دي بوتات انا ماسحها عشان اعمل بوت قدامك في الفيديو. انت ممكن تدوس على الشرطة اللي في الجنب دي، ثانية واحدة، وتختار حاجة اسمها نيو بوت. لو تعرف تعملها، متعرفش تعملها يبقى ركز معايا. هتيجي هنا كده، هتختار الشرطة المايلة دي. تمام. هيظهر معاك ده كله. تمام. هتختار أول واحدة اللي هي نيو بوت. تمام. يقول لك هنا ايه، حط اسم البوت. تمام. مثلا حسابات سافيو 10، لأن أنا عامل أكونت حاجات كتير زي كده. تمام. وهديله إرسال. تمام. يقول لي طيب حط ايه اليوزر نيم. تمام. هفهمك على حاجة، اليوزر نيم ده ما شرطش يكون اسمك أو كده، أي اسم عشوائي بالإنجليزي وبعدها تكتب شرطة بوت. تمام. أهم حاجة يكون كله سمول. تمام. وهتقوم عامل شرطة كده وهتكتب كلمة بوت وهديله إرسال. تمام. زي ما انت شايف كده كده انا البوت اتفاعل معايا. لو جاب لك سوري او خطأ او اي حاجة زي كده، معناها ان انت لازم تغير اليوزر. حط اي يوزر عشوائي. تمام. تمام. بص بقى يا قلبي، عندك ده التوكن، ايه سوري، ده التوكن بتاعك. تمام. لو دوست هنا كده تم النسخ كده، اخد التوكن بتاعك. طب هتقول لي البوت فين؟ هقول لك البوت اهو. مجرد بس ما انت تيجي على الكلام الازرق دوت، تمام، وتدوس عليه، هيدخلك على البوت اهو، اللي احنا لسه عاملينه حسابات سافيو 10 اهو. تمام. هتدوس بدء كده عشان البوت يتفاعل معاك، وهنخش هنا على الأداة وهنحط التوكن بتاعنا ونديله ايه كده. تمام. طبعا زي ما انت شايف بيقول لك ايه، الصبر يا روحي، هتلر بيصدق حسابات اهو. تمام. تمام. انا طبعا ما يشغلنيش الكلام الاحمر ده، انا كل اللي يهمني الاخضر. انا كل اللي يهمني الاخضر، يعني لو الاخضر جاب واحد يعني في حساب وصل، اتنين يبقى في حسابين، وهكذا. وطبعا ده كله بيعتمد على قوة النت عندك. تمام. صيد او فشل الحسابات بيعتمد على قوة النت عندك. تمام. انا هستنى معاك شوية لحد بس ما يصطاد، مجرد اثبات بس في الفيديو مصداقية، عشان احنا طبعا أنا الشعب المصري محدش تايه عنه. يقول لك ده مونتاج والكلام ده، وانتوا عارفين اصلا ما بعملش مونتاج اصلا في فيديوهاتي، بس قشطة ما علينا. طبعا عشان انت لسه عامل منزل أوامر جديدة للبايثون، فهتلاقيه طبعا تقيل معاك في الصيد في الأول، لكن بعد ما تستخدمه كذا مرة هتلاقي الأداة شغالة معاك طلع. تمام. كده المفروض وصلني حسابين، بس أنا برضو هستنى، عايز رقم أعلى. حسابين ايه؟ أعمل بيهم ايه حسابين أنا؟ تمام. أنا ممكن أجرب بيهم في الفيد عادي يعني قشطة. القصة بس إن أنا عشان فاتح داتا وكده، والداتا عندي مش أقوى حاجة. عندك 800 حساب ساقطين مني، وأغلبيتهم بسبب ضعف النت. كده 4 حسابات، 5 حسابات. زي ما قلت لك الأداة عشان لما تبقى أول مرة تشغلها، طبعا أنا عامل مسح بيانات للبايثون، فالأداة اتمسحت. تمام. والأوامر كلها اتمسحت، بس لما الأداة ترجع تشتغل تاني بتبقى أقوى وأسرع معاك. فاهمني؟ يعني مثلا لو جيت أنا دلوقتي مثلا جالي 5 حسابات، لو رجعت كده ودخلت تاني، جيت شغلت الأداة تاني يعني بمعنى تاني.
تمام، ليس الآن. وهنحط الاي دي بتاعنا، وهحط التوكن بتاع البوت الجديد. تمام، هنستنى بقى معاها دقيقة مش أكتر. لو انت حابب تسرع الجزء ده في الفيديو انا ما عنديش مشكلة، كده كده انا مش هسيب لك الباسورد في الجزء بتاع صدر الحسابات ده دلوقتي. تمام، احنا نعمل نشيله علشان ننجز. انا لحد دلوقتي على فكرة لسه الشبكة واقفة عندي فوق، في الشبكة عندي فوق. بس انت عامة لو عندك واي فاي فهو هيوفر عليك القصة دي كلها، اصلا هيريحك. ايه بقى تكسفينا ولا ايه؟ عيب كده، احنا بنشكر فيكي. على العموم احنا هنسيب الأداة التاني براحتها خالص تجمع، وهنخش نجرب النسخة دلوقتي سوا. تمام، خش على قناة التليجرام كده، على التلي، هتلاقي زي ما انت شايف في حاجة خمسة دي بصراحة. انا بدأت كده موجود مثلا، وبعد كده كده واقوم حاطط الحساب، واخد اليوزر بتاعه، واقوم داخل على نسخة سافيون بتاعتنا. طبعا النسخة دي اللي أنا كنت منزل لها فيديو قبل كده. تمام، وهخش على التحكم في الحسابات، وهطلع الحساب ده، وهطلع برضو الحساب دوت. تمام، بينا على العظمة. طبعا ده يدخلك على القناة عندي. لو ما عملتش لايك يعني قول اشتراك حلو، وصدقني خش اتفرج على فيديو رايق قوي، وانا من دلوقتي بطلنا السكة الشمال. تمام، خش اتفرج، والله يوم 12 فيديو اي نعم بس هيعجبوك. المهم هنحط اليوزر اللي هنزل رسمه دلوقتي، وادي 4 في اتش، ودي طبعا زي ما انت شايف النسخة كلمة طلقة شوية عليها، مفيش كلام. والنسخة بتوصل رسايل، يعني هتوصل معاك كود في ثواني، حرفيا هتوصل معاك كود في ثواني. ومجرد ما تطلب كود على راس الساعة هتوصل معاك الكود في ثواني. تمام، طبعا هي ادتنا هنا، لو خدت بالك كانت مديانا 5 حسابات على 1000، دلوقتي مديانا 7 حسابات على 500. واخد بالك يعني كان فاشل 1000 المرة اللي فاتت. تمام، وكانت مديانا 5 بس، دلوقتي مديانا السبعة في 500 بس. 500 فاشلين. مع كتر استخدام الأداة يا اسطى هتظبط معاك أكتر، فاهمني؟ هنطلع كده بقى خلاص، مش محتاجين الأداة ولا سافيو ولا يوتيوب. دخلنا على التلي كده هنلاقي ايه، الحسابات الجديدة وصلت اهي. تمام، تمام، لحد هنا كده أنا الشرح بتاعي انتهى. طبعا أنا هسيب لك لينك قناة التليجرام اللي هنزلك فيها الدنيا دي كلها في الديسكريبشن بتاعته. عندك الشات بتاعتي لو احتجت أرقام فيك، احتجت أي حاجة موجود. تمام، وعندك اللهم صل على النبي متنساش تحط على الكومنتات. تمام، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي في الكومنتات عاوز الشرح الجاي يبقى عن ايه. تمام، وأنا معاكم على أي حاجة. تمام، وطبعا الباسورد ظهر قدامكم في الفيديو بتاع الملف، وراجع الفيديو واحدة واحدة علشان تعرف تصطاد حسابات
كتير، وانتظروا مني إن شاء الله تحديث جديد لنسخة سافيو وطريق السلامات.